في ناس كده الايام اللي فاتت كان عاملين لنا ازعاج في الميديا وشابكين المولوديه خطير، المولوديه جاييكم وانتوا طش المجموع وكلام فارغ كتير. هيا حلوين، لقيتونا كيف؟ سيد البلد للمولودية أدب وجلد، أول انتصار لزعيم السودان في المجموعة على نظيره الجزائر بثنائية روفة والغربال. مباراة كانت صعبة للهلال صراحة، خصوصا في الشوط الثاني مع نزول الأمطار وتدني اللياقة البدنية للاعبي الهلال، وده شيء طبيعي جدا بالمناسبة يعني في ظل غياب التنافس وضعف الإعداد لهذه المباراة. بداية الهلال في المباراة كانت ممتازة جدا، قدر سيد البلد يتحكم في الريتم ويصنع الخطورة عن طريق كوليبالي في أكثر من لقطة في ظل تراجع المولودية، وقدرنا نحسم الشوط الأول هدف رائع من روفة بعد عرضية جان كلود. وفي الشوط الثاني المولودية صراحة كان أخطر من الهلال، لأن الفريق الجزائري لعب على الهجوم وقدر يعدل النتيجة عن طريق هدف عكسي. ولكن بطبيعة الحال لما تستعصى الأمور ما في غير الكابيتان الغربال استغل عرضية إبويلا وسجل هدف الفوز للموجة الأزرق. لو جينا نتكلم عن اختيارات المدرب، أنا شايف إنها كانت منطقية للحد البعيد، ولكن صراحة أنا مليت من ثنائية صلاح عادل وبوجبا. أنت عندك بيتروس ومايديكو وفوفانا، ليه الإصرار على بوجبا السيء جدا في مباراة اليوم؟ وصلاح عادل متهور في لقطة الطرد، صراحة الطرد كان مستحق. اللاعب مديك ظهره مش مشكل أي خطورة على مرماك، تقوم تتدخل فيه بالشكل ده. الحمد لله إنه الطرد كان مع نهاية المباراة، وإلا كنا حندفع الثمن. أما الشخص اللي اسمه لوزولو ده أنا عندي له فيديو براهو، الراجل ده كارثة حقيقية يا شباب. المهم فوز غالي للهلال وطلعت نقاط ثمينة جدا تخلينا نلعب بأعصاب هادئة في المباراة المقبلة. وما تنسوا تعملوا شير ولايك ومتابعة. أنا زاهر زكريا، وفي الختام أحلى سلام.